أنا حاسس إني حافظ مش فاهم. المعلومات عندي بتدخل على بعض، بنسى كل اللي ذاكرته بعد 10 دقايق، وغيرها حاجات كتير بيعاني منها أي حد بيدرس وبيذاكر. في فرجة هنقول لكم على استراتيجيات للمذاكرة هتخلصنا من كل المشاكل دي. عقل الإنسان بطبيعة الحال بيربط كل المعطيات اللي بتجيله في نفس الوقت مع بعض، بمعنى إن أي معلومة هتذاكرها عقلك بيربطها تلقائيا بالمكان والريحة والأصوات اللي حواليك. من هنا تقدر تستغل النقطة دي في صالحك وتغير الحاجات دي كلها لما تيجي تغير المادة اللي بتذاكرها أو تبدأ في جزء جديد. كمان ممكن تغير أدوات المذاكرة وألوانها لو تقدر، وبكده بقت عندك القدرة إنك تفصل المعلومات وتقسمها قبل ما تدخلها لمخك. السبب الرئيسي اللي ممكن يخليك تتلخبط بين المعلومات هي انك تذاكرها كمعلومات منفردة، معلومة كده مقطوعة من شجرة وخلاص. الفهم الصحيح هو حل المشكلة دي. اسأل نفسك ليه وازاي على كل حاجة، وافهم كل تفاصيل الموضوع مع بعض، وده هيمكنك من الاحتفاظ بيهم في عقلك كقطعة واحدة، مش ممكن حاجة تتلخبط معاهم. خليك مدرك ان الحاجة اللي هتذاكرها بسرعة هتنساها بسرعة برضه، علشان كده لازم تدي المذاكرة وقتها الكافي مهما حسيت انها سهلة وانك فاهم فيها كل حاجة. دراسات كتير اكدت ان كلما زادت مدة المذاكرة لدرس معين كل ما بقى من الصعب على الشخص نسيانه، وفي الحقيقة ده هيوفر عليك وقت من غير ما تحس، لان المعلومات هتفضل ثابتة في ذهنك لمدة اطول، ومش هتضطر ترجع تذاكر كل شوية بسبب انك نسيت. عود نفسك دايما انك تفهم وتتعمق في الدروس اللي عندك اكتر شوية من المطلوب منك. لما تعرف شوية زيادة مش هتخسر حاجة، لكن هتلاقي ان الدروس اللي عليك فعلا بقت سهلة جدا، وانك فاهمها اكتر من اغلب زملائك. كمان ده هيسهلك تفهم في السنين اللي بعدها بسهولة نتيجة معرفتك المسبقة بالمعلومات دي. لما تقرر تراجع على دروس ذاكرتها بالفعل قبل كده، مش قرار كويس انك تقرا الدرس وتذاكره من اول وجديد، ده عمليا تضييع للوقت. عوضا عن ده اعمل لنفسك امتحان صغير في الدروس دي. الميزه في الامتحان انه هيوضح لك بالظبط نقاط الضعف عندك والحاجات اللي نسيتها كلها، وهتحتاج بس تركز على دول عشان تبقى رجعت على الدروس دي. لو عندك اي مشكله في الدراسه او المذاكره شوف كل فيديوهاتنا عن الموضوع ده من هنا، ولو عايز حد يدعي لك انك تنجح اعمل لنا سبسكرايب واحنا هنقوم بالمهمه دي. نشوفكم الفيديو الجاي.